فيها كلام اليومين دول صالح جمعة. الأهرام الرياضي عامل حوار مع صالح جمعة وعنوانه صالح جمعة يهدد اللاعب أو الرحيل. صالح جمعة في الأهلي وضعه إيه من وجهة نظرك؟ لا، انا بقول صالح جمعه هو الرحيل خلاص، يعني هو الامور خلاص انتهت واصبحت محسومه. رحيل صالح جمعه عن النادي الاهلي خلال ايام، وده يمكن قرار اتخذ من كابتن محمود الخطيب نفسه. يمكن صالح جمعه يعني للاسف الشديد لاعب غير ملتزم بالمره، واثار اكتر من مشكله وازمه طوال فتره تواجده في النادي الاهلي سواء داخل الملعب او خارج الملعب. يعني نقسمها نصين، وفي ناس تقول لك لا انت مالكش دعوه بخارج الملعب. لا، اللاعب اي لاعب بيعمل تصرف خارج الملعب بيؤثر عليه طبعا، وبيؤثر على تركيزه. لما لاعب يسهر وينام متاخر بيصحى ثاني يوم مش في قمه نشاطه، ما يقدرش يلعب 90 دقيقه. كل الحاجات دي بتؤثر على مستوى اللاعب طبعا، بنتكلم من الناحيه الفنيه. فصالح جمعه للاسف ليه بعض اللي يمكن الصور اللي نشرت على مواقع الانترنت يمكن في سهرات كتيره جدا، والنادي الاهلي يمكن حذره اكتر من مره. يعني دي مش اول مره بيتم تحذيره وبيقول ان هو مش هيعمل كده تاني، لكن بيعيد تكرار الخطا مره ثانيه. على مستوى داخل الملعب برضه يمكن شفنا المباراه الاخيره، مباراه يمكن مصر المقاصه، يمكن نزل بديل ربع ساعه، خد انذارين في ربع ساعه واتطرد، واكيد اثر على برضه النادي الاهلي. يمكن كان في الثواني الاخيره، لكن طرد ملوش اي لازمه زي ما بنقول. يمكن انا برضه كنت عملت احصائيه لصالح جمعه، يمكن صالح جمعه تعرض للطرد 7 مرات في خلال اخر 6 سنين. يعني 7 مرات نتكلم لاعب المفروض انه لاعب وسط مهاجم، مش لاعب مثلا مدافع او مساك ممكن يتعرض لطرد كتير. ده لاعب وسط مهاجم، لكن اتعرض للطرد 7 مرات، يمكن 3 مع ناشونال ماديرا، مرتين مع النادي الاهلي، قبل كده مره مع انبي، مره مع منتخب اولمبي. فهو دايما تدخله حتى داخل الملعب بيدخل بعنف في بعض الاحيان، وبيفقد اعصابه وتركيزه. ده برضه بيؤثر عليه في حته الطرد. فاعتقد خلاص قرار نهائي اتخذه مجلس اداره النادي الاهلي ان صالح جمعه سيرحل عن النادي الاهلي في شهر يناير، اما للاعاره او للبيع النهائي بسبب عدم التزامه داخل الفريق سواء داخل الملعب او خارج الملعب. طب في عدد من النجوم في النادي الاهلي برضه عاوزين نعرف التفاصيل الجديده بخصوصهم، زي مثلا عبد الله السعيد، يعني لاعب محوري كبير ومهم. مظبوط. دلوقتي في كلام على عرضين، واحد سعودي وواحد امريكي. حسام عاشور، يعني في عدد من اللاعبين موقفهم غامض داخل النادي الاهلي مع قرب التجديد ليه. لا، هو اكتر يعني الاثنين اللي جالهم عروض رسميه هو كان عبد الله السعيد ومؤمن زكريا. يعني عبد الله السعيد زي ما حضرتك قلتي في عرض سعودي ومغري جدا، وطبعا خلينا نتكلم برضو بصراحه هي حته يعني يمكن تعويم الجنيه ده اثر شويه على اللعيبه اللي بتجيله عروض احتراف بره. بتلاقي اللعيبه كتير يمكن احترفت في خلال السنه الاخيره، زي شفنا شيكابالا، شفنا حسام غالي، عصام الحضري، مصطفى فتحي، حتى في الدوري السعودي. طبعا قيمه الدولار يمكن اللاعب مثلا كان بيجي له $1,000,000 في السنه، كان